سلام حبيباتي، كي راكم؟ نتمنى كاع تكونوا غايه بصحه وعافيه ان شاء الله. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم فيديو تاع تجهيزات رمضان وبعض من المشتريات لشهر رمضان المبارك. بهذه المناسبه نقول لكم عواشركم مبروكه، ان شاء الله ربي يدخلوا علينا بالصحه والعافيه نتوما والاهل تاعكم وعلى جميع الأمة المسلمة. اليوم إن شاء الله كما قلت لكم راح نشارك معكم مقتطفات من بعض المشتريات اللي شريناهم. كما نعرفوا شهر رمضان راح يكون للعبادة وللصلاة والقيام الليل، ما راحش يكون مخصص دائما للأكل. أنا اليوم إن شاء الله شريت بعض المشتريات اللي كانوا خاصيني. بيان سور ما نشروش الحاجة اللي تكون عندنا، نشرو حاجة اللي تكون خاصتنا هكا باش ما نكلفوش روحنا. أنا كانوا عجبني هذا كما راكم تشوفوا هذا الطواجين تاع الطين. كنت كل عام نقول ان شاء الله هذا العام نشريهم، هذا العام عاد كتبت. كما راكم تشوفوا شريت هذا الطاجين، الثمن تاعه كان 140 تاع الطين، هذا باش نحضروا به الطواجين لشهر رمضان الكريم. وشريت تاني من نفس النوعيه، شريت قدره تاني تاع الطين. كما نعرفوا الطين كاين نوعين، كاين هذا اللي جاي من الفوق هكا يجي يبري، وكاين هذاك الطين اللي يجي ناشف. وهنا كل اخت على حسب ما تبغي. انا شريت من هاد النوعيه كما راكم تشوفوا. القدره تاني نفس النوعيه بصح شوله اللون تاعها شويه غامق على تاع الطاجين، باش نحضروا فيها الشوربه والحريره شهر رمضان المبارك. كما راكم تشوفوا مام ترفد كميه معتبره مليحه للعائلات. وهنا كل وحده تشري على حسب الحجم تاعها. بالنسبه للقدره الثمن تاعها كان 130,000. وهنايا ما نطيبتش فيهم ديريكت، هنايا فوتهم في مراحل. ان شاء الله راح نشارك معكم الفيديو مور هذا الفيديو تاع كيفاش نوجدوا الاواني تاع الطين باش ما يطردقوناش فوق النار. كما نعرفوا هنا ما كانش بيت جزائري ما يشريش الاواني البلاستيكيه. شرينا هاد السلات كانوا عندنا ديجا، زدنا وحده. شرينا هاد العلبه البلاستيكيه باش كي تبقى لنا الماكله ولا نخلوها فيها. كما راكم تشوفوا محكمه الاغلاق. وهنا تاني كنا شرينا هاد المغارف تاع اللوح، هادو لي زيبيس. هنا في الساشي فيها ستة 20 ميل. كما راكم تشوفوا كاين هاد المدورين وكاين هادوك اللي يجو اوفال. كنا شرينا تاني هاد الطباسه الصغار نحطوا فيهم المكسرات ولا نحطوا فيهم المعسلات تاني هكا في طاوله السهره. وهنا كنا شرينا تاني هاد لي فيغي اللي يجوا هكا على شكل مائل، هادو 6 ب120,000 باش نحضروا فيهم التحليات ولا نحطوا نجمو تاني نديروا فيهم السلطه هكا انديفيدوال كل واحد وحده. وهنا تاني كنا شرينا هاد البانسو وهذه تاع الصامصه ولا تاع البيتزا. وهادو المغارف تاع اللوح، الصغيره بغيت نديرها للملح والكبيره باش نحرك بها. وهنا تاني هاد المغارف تاع لا كريم كما راكم تشوفوا هذه فيها 6. هذه ما عقلتش على البري تاعها. كما قلت لكم هاد المشتريات كنا كل خطره نخطفوا حاجه. وهنايا نروحوا للديكور تاع رمضان الكريم. كنت شريت هادو تاع باش نزينوا بهم الطاوله. كما راكم تشوفوا هذه الاولى عباره عن شمعه هكا الكتريك تمشى نورمالمون بلي بيل. هذه كانت الثمن تاعها 20 ميل. انا شريت هادو اللي جايين على شكل ريشه، كاين بزاف تاع الانواع، كاين فانوس صغير، كاين بزاف. وهذه عباره عن رمضان كريم وفيها تاني الدعاء تاع الافطار. الثمن تاعها كما راكم تشوفوا 28,000. تجي على هذا الشكل. ونجمو تاني نعلقوها اللي ما بغاتش تحطها في الطاوله، نجمو نعلقوها هكا. ومليحه تاني كي فيها دعاء الافطار هكا باش نحطو مام اللي يكونوا عندنا الاطفال ولا باش يقولوا الدعاء هكا راه قدامهم، ومنها او ميم طون راهم يحفظوا هذاك الدعاء. واش كنت شريت تاني هذا يكون عباره على الكالندري تاع رمضان، فيه 30 يوم كما راكم تشوفوا. الارقام فيها من 0 حتى ل9. كيما الرقم 1 والرقم 2 كاينين منهم دوبل باسكو نسحقوا باش نديروا 11 ونسحقوا باش نديروا 22. هادو كاين منهم الدوبل. وهنايا الديكور تاعهم كما راكم تشوفوا جاي الشباب تاع رمضان الكريم. والالوان كاين كيما نديتها بيضه وفيها الديكور بالدوغي، كاين دوغي فيها الديكور بالابيض، وكاين تاني نوار فيها الديكور تاني هكا بالدوغي. راه كاين بزاف انواع تاع الديكور تاع رمضان، كل اخت على حسب ما تبغي والشكل اللي تبغيه. هنايا نروحوا للخضره. كما راكم تشوفوا عندي الحشاوش، عندي خضره،
عندي طماطيس، بطاطا، بصله، سلاطه، الحار. هنايا راح نستف كل حاجه في بلاصتها، واللي يدخلوا في الثلاجه ندخلهم في الثلاجه. هنايا انا عيب الخضره ما نغسلهاش، نمسحها بان طورشون يكون معقم بالخل. نمسح ديك الخضره تاعي ونلمها، اللي نديرها في بابي فيلم نديرها في بابي فيلم، واللي كيما البطاطا والبصله نديرها في السله تاعها. وكيما المعدنوس كيكون دائما نشري كميه كبيره، نغسله مليح، نفرزه ونغسله مليح ونخليه في سله يكطر، خليه مليح كي يكطر لي غايه. عاد نبدا نقطعه بالخدمي، نقطعه صغير ونديره في علبه بلاستيكيه ولا ما في الكونجيلاتور، يبقى كي تجبدوه تلقاوه كيما دخلتوه النهار الاول. وكيما القزبر تاني هنايا راح شريت انايا زوج، راح نقلع الكميه على حسب ما نحضر بها تاع النهار الاول، والكميه اللي تبقى لي راح نغسلها مليح ونديرها في كيس بلاستيكي ونديرها في كونجيلاتور. واللي يبقوا لي تحت هذوك كيما النعناع وكلش راح ندورهم في بابي اسويتو وندير لهم مغرف لداخل باش يشربوا لي هذيك الهوميديتي وما يتخسروليش، ما يكحلوليش من الداخل، وراح يبقوا بهذه الطريقه راح يبقوا لنا مده طويله. وهنا راح نخليكم مع تتمه الفيديو.
في الاخير كما راكم تشوفوا بعد ما مسحت كامل الخضره تاعي بديت نستف السليلات تاعي في الثلاجه، هما والعلب تاني بهذه الطريقه، والمعلبات تاني درتهم في سله وحدهم مع كما راكم تشوفوا مع الزبده والسمن. وهنا يا حبيبتي نكون وصلنا لاخر الفيديو. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم تكون عجبتكم ونالت رضاكم. الى عجبتكم بارطاجوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء، وان شاء الله يدخل علينا رمضان الكريم بالصحه والعافيه علينا وعلى جميع الامه المسلمه والشعب الجزائري خاصه. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.